متواجدين اليوم في الخيران مول في حملة نحمي وطن للتعرفة بقانون المخدرات الجديد والمؤثرات العقلية. ومن أهم أهداف هذه الحملة هي تثقيف الشباب على وقاية من المخدرات والابتعاد عنها، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك وكذلك جمعية المحامين. وكذلك نحث الأهل على مراقبة أبنائهم المراقبة الإيجابية وتوفير بيئة صحية لهم. طبعا إقامة الحملة هي في إطار الجهود لمكافحة آفة المخدرات، وباهتمام طبعا معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. دورنا هني نوضح دور الإدارة العامة للجمارك، دورها هي الخط الأول للدفاع عن الوطن، ومن خلال تكثيف الجهود وحماية المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. والله تنسيق مستمر طبعا، وهذا حرص عليه معالي النائب الأول أن يكون في تعاون ما بين الإدارات الأمنية طبعا والجهات الأمنية بشكل عام، في تعاون مستمر، والكل طبعا جنود لهذا الوطن لحماية الحدود من أي جريمة تهريب. مثل ما وضحوا بالسابق أن هذا شيء مستهدف يعني لتدمير المجتمع. فالحمد لله يقظت رجال الإدارة العامة للجمارك من خلال استخدام الأجهزة الحديثة والتقنية الحديثة والدعم المباشر من معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأيضا احنا نعمل على منظومة تحليل المخاطر، طبعا من خلالها حصلت هذه الضبطيات ولله الحمد. كلها مواد مخدرة، كلها ضارة على المجتمع، كلها تسبب تفكيك الأسري وارتكاب الجرائم. توعية عن القانون الجديد اللي هو 159 والتشريعات الجديدة اللي حصلت فيه، كالتاجر أحكام إعدام، كالمروج من 10 إلى 15 سنة، كالمتعاطي من 5 على حسب الكمية. في علاج حق المبتدئ اللي هو متعاطي وسلم نفسه أن أنا متعاطي وأبي أعالج نفسي، يروح الشخص يعالجونه في وزارة الصحة. أما اللي ما يعلم عن نفسه ويجون يمسكونه، لا، هذا ياخذ أحكام مع التشريعات الجديدة. ما في توعية من الأهل نعم، ولكن احنا هني موجودين كل مثلا بالشهر مرة ولا مرتين كتوعية الأهالي على الحملة من المخدرات، سواء بالمدرسة سواء خارجي، طلعا مع شباب مع شيء. هي أهم شيء كلمة جرب، هذه كلمة جرب، إذا تبعد عنها أمورك طيبة. يعني أي أنواع من أنواع التعاطي بس جرب، أخذ، ما يصير معك شيء أول مرة، بعدين ينجرف إلى الأمر السيء. تصرفات الشخص الطفل أو الكبير، يعني هو من عمر 11 سنة وفوق، هذا في خطر. في الحين في حلويات، في ألعاب قاعد يبيعونها فيها مواد مخدرة، وموجودة في بعض الأسواق اللي هي موجودة عرض فيها، اللي هي وزارة الداخلية مصورة في أكثر من قطعة. احنا طبعا صار لنا فترة مسوين حملة وعملناها في الأفنيو بخصوص التوعية حق الأهالي، وبخصوص أيضا اللي يتعاطون إنهم ينتبهون، يحطون بالهم من الحين قوانين صارمة ما فيها قشمرة نفس قبل. فنتمنى أن الناس تنتبه يعني على أبنائهم. فأنا أتمنى من أولياء الأمور أن تكون فيهم رقابة على أبنائهم من البيت. ثاني شغلة أتمنى من وزارة الداخلية والتربية أنها تصير حملة توعية في المدارس، يعطونهم صلاحية حق مدراء المدارس أن يفتشون لجنات الطلبة. فممكن أنا عندي بنتي طالعة من البيت رايحة المدرسة ما فيها شيء جنطتها، فممكن شنو طالبة تعطيها حبوب، تعطيها شغلة مادة مخدرة. فنتمنى يعني يصير توعية أيضا من التربية، يعني تكون توعية عامة، مو بس تكون توعية من إدارة المخدرات ووزارة الصحة جمعية المحامين. احنا صح سوينا حملة توعية حق الأهالي، نتمنى أيضا تشارك فيها وزارة التربية، لأن أكثر الفئة العمرية اللي هي احنا نقول المراهقة من سن 14 فما فوق، هم اللي يعني فينا الشر متلشين مواد الحبوب والحلا وهذه المواد المخدرة اللي قاعد تنتشر الوقت الحالي. فعشان كذي نتمنى يكون دور فعال من وزارة التربية معانا بالحملات، بالتوعية، بالمدارس، لو بالشهر تسوي مثلا محاضرة، ندوة يستدعون الطلبة فيها. الغرض منها هذه من اسمها نحمي وطن، نحمي وطن من آفة المخدرات. صدر قانون ويطبق في يوم الاثنين القادم بتاريخ 15/12/2025، قانون 159 على لسنة 2025. هذا القانون غلظ العقوبات وجعل هناك إجراءات وجعل هناك أمور صحية حماية للمتعاطي. قسمها تقريبا نقدر نفصلها للمشاهدين ب3
أجزاء. الجزء الأول وهي العقوبات، مروجين، تجار، زراعة، جلب، متعاطين ويغرون المتعاطين، مثل يعطون الأطفال ذوي الإعاقة، هذه تصل عقوبتها إلى الإعدام وغرامة 2,000,000 تصل إلى 2,000,000 دينار كويتي. شددت هذه العقوبة. الأمر الثاني وهي الإجراءات، جعلت الإجراءات فيها نوع من التضييق على المتعاطين. مثال، مقبل على وظيفة عامة تجري فحص للمخدرات، تبي تتزوج تجري فحص إلزامي، تجري الفحص. هذا الأمر الثالث وهو المهم، وهو اللي أنا أتوقع أنه يهم جميع المتعاطين، الأشخاص اللي ابتلوا في هذا الأمر. البلوى هذه ممكن أي شخص يخطئ فيها، نحن مو معصومين، نقع في أخطاء، والأخطاء والخير الخطاؤون التوابون. تعال يبا، هذا القانون جعل هناك مصحة صحية تعالجك بسرية تامة ومن دون سجل جنائي، وتتعالج فيها وتخرج منها دون علم أي أحد. وهذه ميزة القانون، أن نتعامل بروح القانون، مو شرط التطبيق، أن ممكن نغلظ العقوبات بالقانون إلى تصل إلى الإعدام، لأن اللي ما يخاف الله فينا ما نخاف الله فيه، اللي ما يرحمنا ما نرحمه.